دور كأنه بيلعب دور أمريكي. يقول لهم يا جماعة بلاش المقاطعة شوية علشان نقدر نتفاهم، لأن أمريكا بتقول لك كيف إن أنا ألعب دور مهم في الإيه، في حل المشكلة، وأنتم مقاطعيني وبتعتبروني عدو مش عارف إيه. فبقى السادات هو الذي ينادي بفك المقاطعة. وقيل ان عقد اجتماع في الجزائر حضر الرئيس بومدين والرئيس السوري، وفيه كان تم الضغط على الدول التي رفعت سلاح النفط كسلاح لكي تخفف فعلا هذا الضغط. ووزير النفط السعودي أحمد زكي اليمني في ذلك الوقت قال إن سر ما حدث أو الأسباب الرئيسية هي لدى الشخصيات الثلاث التي حضرت هذا الاجتماع، رئيس السادات والرئيس الأسد والرئيس بومدين، ولم يبقى إلا الرئيس الأسد. سعادة الفريق، العلاقة بينك وبين المشير أحمد إسماعيل وبينك وبين الرئيس السادات في الفترة من 20 أكتوبر إلى 13 ديسمبر وهي تاريخ إقالتك من رئاسة الأركان، كيف كانت العلاقة؟ طبعا علاقة متوترة، لأن أصبح يعني شايف كل اللي كنت أنا خايف منه وخايف أنه يحدث بيحدث، والحاجات اللي هي كان نفسي أنها تحصل ما حصلتش نتيجة التدخل. فكان طبعا متوتر، العلاقة متوترة. ولكن أقدر أقول لك إن أنا لولا وقفتي يوم 25 و 26 ضد أحمد إسماعيل في دفع 25 26 نوفمبر أكتوبر اللي هو الخاص بدفع الفرقة الرابعة المدرعة، الفرقة الرابعة المدرعة كانت هتدمر، كانت هتدمر. فحتى أنا واتخانقت معاه يوم 25 26، وده يتنافى تنافي بشكل كبير جدا على العزل يوم 20. طب اذا كان يوم العزل يوم 20، طب كيف يسمح لسعد الشاذلي ان هو يصطدم مع مع احمد اسماعيل في يوم 25؟ فقمت انا قلت له ازاي تدي امر بهذا الشكل؟ الفرقه الرابعه دي لو قامت بهذه المهمه سوف تدمر، والقبيل موجود. قال لي ازاي تقول هذا الكلام ده قدام قائد الفرقه؟ قلت له لازم اقوله، لان لو دمرت هذه الفرقه يصبح الطريق مفتوح امام العدو للقاهره. اخي ده الاحتياط الاستراتيجي اللي عندنا كله. الفرقه الرابعه مدرعه، فخايف لا تدمر. فهذا الاصطدام قلت له اذا كنت انت عايز تدي هذه الامر ده انا لا يمكن ان انا اشاركك في هذا. كرئيس اركان لحرب اكتوبر كيف تقيم هذه الحرب؟ كانت فرصه لان احنا نكسر جدار الخوف من اسرائيل ونحقق نصر عسكري لاول مره في التاريخ القريب بتاعنا، الطريق الماضي المنظور يعني. وطبعا الجنود ارتفعت معنوياتهم كبيره جدا، وكان اثبات بان التخطيط الجيد والثقه بين القائد والمرؤوس لعبوا دور هام جدا في النجاح. ولكن هناك اخطاء قاتله سياسيه وعسكريه ما كان يجب ان ترتكب. ولذلك فانا مره اخرى بطالب بضروره الكشف عن الوثائق وعمل لجنه تحقيقات لتحديد المسؤول على الاسباب التي ادت الى هذه الاخطاء، وفي مقدمتها تطوير الهجوم يوم 14، عدم المناورة بالقوات، عدم تدمير الثأرة يوم 17 وفي الأيام التالية، عدم الأخذ برأي الفريق الشاذلي يوم 20، ومن هو المتسبب في حصار الجيش الثالث، وما هي الأضرار العسكرية والسياسية التي نتجت عن حصار الجيش الثالث والتي أجبت عليها فيما مضى. كل الحاجات دي يجب أن يتم التحقيق فيها، ويجب أن تعلن، ويجب أن يعلمها الشعب ويتعلم منها أبنائنا الضباط والجنود الأصاغر اللي موجودين حاليا واللي سيقودوا الحروب القادمة ضد إسرائيل إن شاء الله. المقاتل الإسرائيلي مقاتل شرس في التعامل معه، أم تعتقد أنه في حروب قادمة يستطيع العرب أيضا أن يحققوا انتصارات على الإسرائيليين دون مخاوف؟ عندما يكون متفوقا في النيران وفي الأسلحة بيتصرف بشجاعة، ولكن إذا توازت الإمكانيات بيظهر روح الجبن بطريقة واضحة. وده بيؤيد لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر.
قرى محصنة خط بارليه، مم. قرى محصنة، أو من وراء جدر الدبابات. الدبابة عبارة عن جدار، خدت بالك؟ ومع ذلك في كثير من الأوقات في حرب 73 كانوا لما بيشوفوا الموجات بتاعتنا بتهجم كانوا بيسيبوا الدبابات دايرة ويطلعوا جري. فالعسكري المصري إذا أعطي الفرصة وخصصت له المهمة التي في حدود إمكانياته يعتبر من أكفأ وأشجع المقاتلين. هل تتوقع قيام حروب قادمة بين العرب وإسرائيل أم أن حرب أكتوبر كما ذكر البعض ستكون نهاية الحروب؟ من المؤكد أنه ستكون حروب قائمة، ويؤيد ذلك الإيمان بالله وبكتاب الله ورسوله. يعني أنت البعد الإيماني لا تسقطه أبدا لا من إطلاقا. قضية المواجهة. هو احنا من غير البعد الإيماني يبقى نسوي شيء؟ احنا بدون الإيمان لا شيء، نبقى كأي شخص عادي. الإيمان هو الأساس، وكلمة الله أكبر هي عنصر أساسي من النصر. العظيم في هذا ان هذه الرؤيه الايمانيه تؤيدها الرؤيه الاستراتيجيه. لان الرؤيه الاستراتيجيه كمان بتقول لك ايه؟ لابد ان عاجلا او اجلا ينتصر العرب على اليهود او على اسرائيل. دي الرؤيه الاستراتيجيه؟ الرؤيه الاستراتيجيه منه مؤكد. لان الرؤيه الاستراتيجيه الفرق ما بقولش ايه العرب عندهم ايه واسرائيل عندهم ايه النهارده. انا بقول القوة الكامنة عند العرب ايه والقوة الكامنة عند اسرائيل ايه. قد يكون عندك قوة كامنة لسه لم تستغل. نعم. فالقوة الكامنة عند العرب جبارة. القوة الاستراتيجية بنقيسها اساسا بثلاث حاجات. اتساع الاقليم والثروة الطبيعية، والثروة الطبيعية دي بتاعت ربنا ما حدش له دخل نعم. فيها. نعم. وعدد السكان. فالثروة الطبيعية المنطقة العربية مليئة بالثروات الطبيعية وفي مقدمتها المياه. نعم. والبترول. واوعوا تنسوا المياه. المياه ده يعني زي البترول تماما يعني. والأراضي الشاسعة للمباني، وبعدين عندنا المعادن التي لم تستكشف. فإذا كنا احنا لم نستغل هذه الطاقة بعد أو استغلناها بطريقة ما هوش الأسلوب المثالي، فهذا لا يعني ان هذا يبقى احنا الضعف الحالي هو ضعف مؤقت مش ضعف مستديم. ده بالنسبة للثروة الطبيعية. نمرة 2 اتساع الإقليم. اتساع الإقليم، كل ما اتسع الإقليم كل ما بتكون الدولة قادرة على انها تشرب بعض الهزائم البسيطة وبعض الاحتلال لبعض أراضيها ويبقى الكيان قائم. المنطقة العربية لو افترضنا التنسيق أو الوحدة أو ما هو أقل من الوحدة، المساحة بتاعتنا 14 مليون كيلو متر مربع. فلسطين بما فيها الأراضي المحتلة 27,000 كيلو متر مربع. يعني لما تيجي تحسب تعداد السكان عندنا النهاردة أكثر من 255 واحد. نعم. هم أقل من 5. يعني لما تيجي تحسب 255 مليون 255 مليون وهم عندهم 5 مليون. لما تيجي تشوف النسبة بين العرب وبين إسرائيل تلاقي نسبة تفوق تكاد تكون 50 لواحد. 50 لواحد. يعني إذا القوة الكامنة والرؤية الاستراتيجية. بس عيب الرؤية الاستراتيجية إن بيبص لبعيد بعد عشرات السنين. متى يحدث هذا؟ سيحدث إن شاء الله. سعادة الفريق سعد الدين الشاذلي، في 13 ديسمبر 1973 أصدر الرئيس أنور السادات قراره بإقالتك. في الحلقة القادمة كيف تلقيت نبأ الإقالة، ولماذا أقالك الرئيس السادات من المنصب، ولماذا أيضا حولك إلى السلك الدبلوماسي وعينك بعد ذلك سفيرا في بريطانيا وفي البرتغال، ثم حدث ما حدث بينكما بعد ذلك. أشكرك سعادة الفريق، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. ترقبوا في الحلقة القادمة استكمال شهادة الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الأسبق على العصر. في الختام أنقل لكم تحيات فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.